السلام عليكم. وصفتنا النهاردة حاجة كده جامعة ما بين البسكوت وما بين الكوكيز، يعني الطعم طعم البسكوت ولكن القوام قوام الكوكيز. هوريكم ازاي بتتعمل. معانا هنا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة أو من التلاجة، ما بتفرقش، عادي جدا يعني. معايا كوباية إلا ربع من السكر، ربع معلقة من الملح لتعزيز الطعم أو إظهار النكهات كده يعني. هقلب له مع بعض لغاية لما القوام لونه يفتح كده معانا، وبعدين هننزل بذرتين من الفانيليا. تمام كده. هنقلب كله مع بعض تاني شوية لغاية لما القوام يفتح أكتر من كده كمان. الخطوة دي محتاجة شوية صبر منكم. معانا هنا كوباية إلا ربع من الزيت، هننزل بالزيت تدريجي شوية شوية ونقلب. ادوا التقليب حقه يا جماعة. بس كده تمام. هنا بقى ايه، هنبدأ ننزل بمعلقة من الحليب البودر، معلقة تكون كبيرة من الحليب البودر. وهنا معانا 3 كوبايات من الدقيق منخولين كويس، هننزل بيهم شوية شوية علشان ممكن ما نحتاجهمش كلهم. ومعلقتين بيكنج باودر كبيرة. هنقلب المكونات مع بعض، احنا عايزين بس الدقيق يختفي، مش عاوزين نعجن. بهدوء بنقلب. هنحط دفعة تانية من الدقيق كده تمام. بس هنقلب تاني لغاية لما العجينة تظبط معانا كده والدقيق يختفي تماما زي ما انتوا شايفين. على فكرة ما خدش مني ال3 كوبايات، واتبقى تقريبا حوالي ربع كوباية اهو انا بوريها لكم. فعشان كده لازم تحطوا الدقيق شوية شوية. ودوت القوام بتاع العجينة، شوفوا جميل وسهل جدا التشكيل وناعم مفهوش اي تشققات. هنبدأ بقى ايه، هنا نحط المكون الأخير. كوباية إلا ربع من الشوكولات شيبس، أو ممكن نص كوباية اللي موجود عندكم، يعني ما توقفوش نفسكم على حاجة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض. هندخل برضو الشوكولات شيبس في العجينة كده بهدوء. وهنا هنبدأ بقى ايه نشكل. هنجيب صاجة، هندهنها بورقة، هنحط ورقة زبدة وندهنها، أو ممكن تدهنوا الصاجة نفسها من غير ورقة الزبدة. وهنبدأ نشكل البسكوتات كلها قد بعضهم. وبس كده، وهندخلهم على فرن ساخن مسبقا على 160 درجة، وهيخرج بعد حوالي 12 دقيقة. بنشغل الفرن من تحت بس، وما بنشغلش الشواية خالص. وخرج لنا بالشكل الجميل ده. ما شاء الله جميل جدا جدا، وريحته كانت رائعة. هوريكم البسكوتة ما شاء الله عاملة ازاي. هي شوفوا، هي شوية طرية من جوه ولكن من بره بتدي قرمشة، اللون تحفة. بس كوباية بقى حليب تقعدي انتي والأولاد، وألف هنا وشفا. أتمنى إن انتوا تجربوا الوصفة، ولو عجبتكم لايك وشير. وأتمنى إن اللي مشتركش في القناة ياريت يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.